بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناتكم قناه حشاد الكترونيك للمره المليون. الشاشه البلوتو اللي في غرب اسكندريه عندنا الموديل بتاعها بي اكس 32 جي، جايه بنفس العطل اللي بتجيلنا بيه البرد بتاعتها. نوصل بس كهرباء، اللي هو عطل اللمبه الحمراء زي ما احنا شايفين. وهتيجي تدوس على البريسات مليون مره مفيش اي استجابه. كنا عملنا احنا بوردة وطلعت المشكلة في الفلاشة، فبرضو هنتتبع الجهد ونشحن فلاشة ونشوف الدنيا على ايه. المهم تابعوا معايا بعد الفصل. هنقيس الجهود بتاعتنا كالعادة ونشوف ايه اللي طالع وايه اللي مش طالع. صيانة يا جماعة، تتبع مش حفظ. عشان كده احنا بنمشي معاكم كل مرة نفس السكة عشان اخواتنا المبتدئين يبقوا عارفين. ما ينفعش في الصيانة حفظ. 12 مستقرة، وادي ال 18 بتاعت الباك لايت. هنا الخمسة تمام. هنا الواحد وتمانية هنلاقيها طالعة ولسه عندنا لمبة حمراء، فبالتالي البروسيسور مش هيشتغل. ادي التلاتة وتلاتة. هنا الواحد واتنين مش طالع. الواحد واتنين مش طالع. عشان كده بنقول مفيش عندنا حفظ. بروسيسور مفيش عليه سخونة، تمام. يبقى دي التلاتة وتلاتة خارجة. ادي الواحد وتمانية قلنا في توقيت مش بتاعها، وادي الخمسة تمام، والاتناشر. انما الواحد واتنين هنا مش خارج. هنشوف كده مشكلة الواحد واتنين من ايه. نبص على الاي سي بتاعها، ننظم الجهد بتاعها، شوف الخمسة واصلة له ولا لأ. الخمسة واصلة تمام تمام. ده الواحد واتنين خارجة اهي. خمسة واصلة والواحد واتنين كخروج موجود. تمام تمام كده بالقياس كل جهودنا خارجة. ما عندناش مشكلة في أي حاجة غير إن الواحد وتمانية طالعة في توقيت مش بتاعها، تمام. يبقى كده التسلسل الطبيعي إن أنا هعيد شحن فلاشة، ولو ما ظبطتش معانا هنشوف بقى المشكلة من إيه تاني. هنشحن فلاشة ونرجع لكم. تابعوا معايا. رجعت لكم بعد ما شحنا فلاشة ولا جديد. يبقى كده هنقول لكم بقى على العيب الاشهر في البورة دي. العيب الاشهر بيبقى ان البروسيسور محتاج اعادة لحام او محتاج تغيير على حسب بقى ما توصل للمشكلة. فهنديله بقى فلكس كده طبعا في الداير بتاعه، ونحاول نعيد لحام البروسيسور تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش هنلمس حاجة، مش هنحرك حاجة، هنسيبه زي ما هو.
مجرد ان احنا هنعيد لحام عليه زي ما احنا شايفين كده. يبقى البوردة دي تسلسل مشاكلها ان او سبب مشاكلها ان ال1.8 بيخرج في وقت مش بتاعه، فالبروسيسور ما بيرضاش يشتغل. بتبقى الاسباب في حالة البوردة ديت شحن فلاشة زيها زي اي بوردة تانية. لو الدنيا برضو مش متظبطة يبقى اخر سبب عندنا اللي هو البروسيسور، فاحنا بنعيد لحام عليه تاني، بيكون فيه دراي فيه ولا حاجة. وده اللي انا سبته في الفيديو اللي فات، مرضتش ان انا اعمله، قلت لما يجي لنا عشان نشوف الدنيا بتاعته بتتعمل ازاي. سخن كويس جدا لحد ما نتأكد ان اللحامات كلها فكت بتاعته. ما بنبقى شايفينه من تحت المبرد ده. سخن كويس جدا عليه، هو بياخد وقت شوية بس ماشي لحد ما يتفك خالص. تقريبا احنا ما بنلمس حاجة، احنا بنحس ان هو اتفك، احنا شايفين الرجول بتاعته من تحت. كده تمام كفاية. هنسيبها بقى لما تبرد خالص وبعدين ننضفها ونرجع لكم تاني نشوف النتيجة بتاعتنا، وان شاء الله تبقى النتيجة خير. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا اصدقائي، وهنجرب مع بعض كده الشاشة اهي البلوتو عشان محدش يقول قيل وقال. لمبة حمراء، هنروح نضغط على زرار الباور او ندوس من الريموت اهو على زرار الباور. بسم الله. طفت والشاشة فتحت وهنشوف الصورة. تمام زي الفل زي الفل. طبعا الشاشة ديت انا قلت لكم جاي لي منها الحمد لله كتير جدا واتعملت. اللي طلع فلاشة ده العادي، واللي طلع البروسيسور. بس طبعا مش عايز حد مش اي حد يعني هيسخن على البروسيسور، طبعا مش حرفانه مننا، الحمد لله ده توفيق من ربنا. بس عايزه حرص طبعا يا جماعه، وعايزه ممارسه كتيره. اتمنى تكون المعلومه وصلت، وما تنسوناش من دعوه بظهر الغيب. شرفتوني.